دلوقتي انا جيت مثلا، لو جيت هنا قلت لك ان انا عايز ارجع لكومنت 2 من غير ما يحصل اي مشكله، بحيث اللي هو اشوف وضع الابلكيشن في الوضع ده. حلو. هنا بقى جه حته الايه البرانشز. والبرانشز معناها ان انا بستخدمها لما اكون عاوز اجرب شكل المشروع من نقطه معينه، يعني في احتماليه ان انا ممكن ارجع. فهي دي فكره البرانشز. طيب لو جينا هنا نعرض، اتكلمنا امبارح عن كذا امر منهم. لو انا جيت قلت جيت لوج، فبالتالي هيعرض لي ايه كل الكومنتس اللي انا عليها. ولو جيت تلاحظ ده مش الكومنت الاساسي اللي انا كنت عليه. طيب حلو، انا عايز حل سريع مثلا دلوقتي يرجعني للكومنت الاساسي. هقول لك تمام، احنا دلوقتي كنا استخدمنا حاجه اسمها ايه تشيك اوت. حلو. وتشيك اوت دي استخدمناها عشان نتنقل لاي دي لكومنت معين. هل ده استخدامها هو بس؟ اقول لك لا، انت ممكن من خلالها تروح ترجع للايه ترجع لاحدث كومنت موجود لو انت على برانش واحد. يعني مثلا لو انا جيت هنا وكتبت جيت تشيك اوت وكتبت ماستر، فبالتالي قال لك انت عندك ايه previous position was at file 2، بحيث ان هو لو انا جيت هنا قلت جيت لوج هتلاقي رجع لي ايه الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب يا باشمهندس ايه حكايه ماستر دي؟ ماستر دي هي المين. انت عندك البرانش الاساسي ممكن يسمى ماستر او يسمى مين. طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه البرانشز اللي موجوده عندي على مثلا في المشروع. اقول لك سهل، هتقوم كاتب كلمه جيت برانش، تضغط انتر، هيقول لك ايه ان انت عندك مفيش الا برانش واحد وهو الماستر. في ناس ممكن يبقى عندها اسمه مين، هو مفيش اختلاف. حلو. دلوقتي مثلا انا حبيت اعمل كرييت لبرانش معين، هل هستخدم نفس الامر ولا هستخدم طريقه تانية؟ قال لك بسيطه، انت دلوقتي قلت عشان تعمل ليست للبرانشز اللي موجوده، انت استخدمت ايه جيت برانش. تمام. لو جينا هنا نفهم بقى معناه ايه اعمل ازاي برانش والكلام ده. انا دلوقتي لو جيت تبص هنا في المشروع، انا واقف على الكومنت كام؟ على الكومنت الرابع. تمام. وليكن انا ضايف فيه ايه فايل 3. تمام. حلو. طيب دلوقتي عشان نبقى نفهم المفهوم العام، لو انا جيت مثلا، لو جينا عند الكومنت الرابع، حلو، وحبينا ناخد برانش مختلف، ايه اللي بيحصل؟ هو بياخد طريق لنفسه، وليكن اللي احنا هنسميه مثلا هنا، نسميه ان ده المين. حلو. وهنسمي البرانش التاني اللي هنشتغل معاه وليكن الديفلوبمنت او الديف. تمام. حلو. لو جينا هنا ده هيكمل ازاي؟ هيبدا من الكومنت الرابع ويبدا يزود كومنت. ازاي يعني؟ هيجي هنا مثلا ويقوم مزود هنا كومنت 5 5. حلو. ويبدا ممكن يبقى كمان كومنت 6 وهكذا، ويفضل مستمر. لو جينا هنا قلت دلوقتي انا عايز اعمل برانش جديد مثلا غير الماستر عشان ابدا اعمل ديفلوبمنت عليه، مثلا اقول لك جيت برانش واكتب اسم الايه البرانش اللي انا عاوزه وليكن ديفلوبمنت. تمام. لو جيت هنا عملت جيت برانش عشان يعمل لي ليست البرانش اللي موجوده، هتلاقي عمل لي ايه اتنين برانش، الماستر والديف. طب حلو. طب تعال نشوف حوار الكومنتس اللي موجوده. احنا عرفنا خلاص ان الماستر او المين موجود فيه ايه 4 كومنتس. تمام. تعال نشوف كده نتنقل للبرانش التاني، نشوف هنتنقل ازاي. اقول لك بسيط، هتيجي تقوم عامل جيت تشيك اوت ونكتب اسم البرانش اللي عايزين نروحه ديف. تمام. على طول قام قايل لك ان انا عملت ايه سويتش تو ديف. يعني مثلا لو جينا هنا بقى ايه نقول جيت برانش، هيبدا يقول لك ان انت خلاص انت كده على ايه على الديف برانش. طيب حلو، انا عايز اعرف دلوقتي البرانش حاليا اول ما بدات فيه كام كومنت. اقول لك تمام، هتعمل جيت لوج. حلو. هتلاقي عليه ايه نفس العدد الكومنتس اللي موجوده على الماستر. تمام. طب هل ده الامر الوحيد اللي ممكن اتنقل بيه؟ طبعا انا قلت لك في البدايه ان انت عندك جيت كان فيها نسخه قديمه وفيها تحديثات بتنزل، فبالتالي في كومنتس كتيره بتيجي. من الكومنتس الجديده اللي اتحدثت هو ان انا عايز اعمل سويتش ما بين برانش تاني، ممكن اكتب كلمه سويتش. انا قلت سويتش فاقول ايه جيت سويتش للماستر، فبالتالي هيعمل لي سويتش وبطريقه سهله. طب إيه الفرق بينهم يا باشمهندس؟ مفيش فيهم اي حاجه، ده بس في التحديث الجديد وده نزل في التحديث القديم. بس الفكره في حاجه ان برانش بيستخدم معاها سويتش عادي، اما التشيك اوت ممكن تستخدم لحاجات كتيره. زي ما انت لاحظت رحنا للبرانش او اتغيرنا من برانش للتاني،
رحنا لكوميت مختلف. تمام. طيب حلو، احنا هنا قلنا ايه 3 اوامر اشتغلنا عليهم. هو الجيت برانش، وده من خلال نبدا نعرض البرانش. هو استخدمنا طريقتين عشان نتحرك ما بينهم، وهو السويتش والتشيك اوت. عن طريق ان انا بعمل جيت سويتش وببدا اكتب اسم البرانش اللي عندي، وجيت تشيك اوت وببدا برضه اكتب نفس ايه البرانش اللي مكتوب عندي. طيب حلو، لو جينا نلاحظ وانا بعمل جيت لوج، لو جيت عملت هنا جيت لوج وانا عارف ان انا دلوقتي على الماستر، قال لي هنا ايه ان في حاجه اسمها الكوميت اللي انت واقف عليه، وفي حاجه اسمها الهيد، تمام، وفي حاجه اسمها الماستر والديف. ولو جيت تلاحظوا لما انا رحت واتغيرت، مثلا رحت على اي كوميت، وليكن انا عايز اعمل جيت واروح لكوميت تاني، وليكن اي كوميت من الكوميت دي، قلت جيت تشيك اوت، تمام، واخدت ايه اي دي منه وعملت كده، تمام. فبالتالي ودينا على ايه، على حاجه اسمها ديتاتشد هيد، ومش عارف اقول شويه الكلام كده هنبدا نوضحه بعدين. تمام. لو جيت هنا قلت لك اعمل لي ايه جيت لوج، فعرض لي على حاجتين نفس الفكره، بس هنا قال لي ايه هيد. وهنا بقى نقف شويه ونعرف يعني ايه هيد. هيد ببساطه يا شباب هو معناه ان هو بوينتر بيشاور على احدث كومنت، او بمعنى اصح بيشاور على الكومنت اللي انا ايه واقف عليه. زي نظام اللينكد ليست، بيبقى فيه بوينتر كده بيشاور مثلا على الهيد، بيشاور مثلا على ايه البدايه بتاعتك وهكذا. الهيد او كلمه هيد هو ده البوينتر اللي انت شغال عليه. يعني مثلا لو جينا هنا، انا قلت لك انت لما بترجع من كومة 4 لكومة 2، كده زي ما يكون ايه في بوينتر واقف عليك هنا، بيقول لي ان انا واقف هنا، تمام. طيب تقول لي يا باشمهندس، طب ما انا عشان ارجع لهنا إيه محتاج ليه ما احركش البوينتر؟ اقول لك احنا قلنا ان في مشكله ان انت عشان تتحرك بالبوينتر ده محتاج يبقى معاك الاي دي بتاع الكوميت لو بتتحرك من كوميت للتاني، تمام. طيب لو تيجي تلاحظ عشان ارجع لل للهيد، او بمعنى صح لاحدث كوميت موجود جوه البرانش ده، مش الكوميت اللي انا واقف عليه، مش الكوميت اللي انا حاطط عليه بوينتر، لا احدث كوميت موجود. قلت لي انت استخدمت حاجه اسمها ايه جيت تشيك اوت، وكتبت اسم البرانش اللي انا عليه. يعني مش كتبت اسم البرانش التاني، لا كتبت اهو ماستر، ده البرانش اللي انا عليه، تمام. انا كده على احدث كوميت، بحيث لو انا جيت هنا قلت جيت لوج رجعني لاحدث كوميت انا موجود عليه. طيب حلو، ايه الحته بتاعت ديف ماستر الهيد مشاور على الاثنين دول؟ ايه الفكره في الحته دي؟ الحته دي معناها ان الاثنين احدث كوميت عندهم هو ده. يعني انا دلوقتي انا رجعت اخدت البوينتر ده وخليته ايه يبدا يشاور، يعني مثلا لو حذفنا ده وعملنا بوينتر تاني، دلوقتي البوينتر الاصلي هنا، تمام، وده لسه ما عملش اي حاجه. لو جينا نقول ان ده ما عملش اي حاجه خالص، لو جينا حذفنا نقول خالص وده، بس انا عامل هنا ايه الديف، برضو انا عامل ديف برانش. هنا بقى ليه لما بيعمل هيد مشاور على الماستر ومشاور على ايه على الديف؟ ده معناها ان احدث كوميت في الاثنين واحد. وكده معناه برضو ان الديف ليست ما فيش فيه اي كوميت. لو تساوى الماستر او تساوى اي برانش مع التاني، اعرف ان التاني الفرعي اللي طالع منه، يعني مش شرط البرانش يطلع من الماستر بس، ممكن من الديف ده انا اطلع منه ايه كمان برانش، دي عادي. بس الفكره في حاجه بقى ايه، لو تساوى اتنين مع بعض الهيد بيشاور على نفس الاثنين. فعرفنا ان ايه لو جينا المشروع بتاعنا، عرفنا ان ايه الماستر بيشاور على الهيد، بيشاور على الماستر، بيشاور على الديف. ده معناه ان الاثنين عندهم نفس الكومنت. بحيث مثلا لو انا جيت اتحركت قلت لك ان انا عايز اعمل ايه جيت سويتش وروح لايه للديف، فرضا مثلا انا جيت هنا وعملت ايه، انا دلوقتي في الديف قمت هنضيف ملف قلت لك فايل 4 دوت تي اكس تي، تمام. حلو، وبالتالي هيتعمل له ان تراك، فهحول ايه، اقوم محول انا الفايل ده، اقوم عامل جيت اد واكتب فايل 4 دوت تي اكس تي، تمام. وبالتالي اقوم عامل له كوميت، اقوم قايل جيت كوميت داش ام، واعمل دبل كوتيشن واكتب له مثلا اد فايل 4، تمام. لو جينا نلاحظ هنا انا خلاص هنا في خطوه متقدمه في الديفلوب او في البرانش الديفلوبمنت عن الماستر. بحيث لو انا جيت هنا قلت جيت لوج، فينا حاجه حصلت، الهيدر بتاع الديفلوبمنت اتقدم عنده، تمام. يعني هنا البوينتر بدل ما كان هنا اتحرك كوميت على احدث كوميت موجود فين في الديفلوبمنت، اما الماستر لسه واقف مكانه في الايه في الكوميت ده.
تمام. خلاص كده احنا عرفنا الهيد، والهيد قلنا باختصار هو عباره عن بوينتر بيشاور على احدث كوميت، وكمان بيشاور على البرانش، اسم البرانش اللي انا موجود فيه. تمام. لو هنا جينا نتكلم عن نقطه تانية مهمه جدا، ولو قلنا ان احنا عايزين نعمل جيت تشيك اوت، وجبنا مثلا ان احنا عايزين نروح وليكن للمكان ده، للكوميت ده. حلو. هنا ادانا معلومه مهمه جدا وقال لك انت هنا you are in detached head state. تعال نوضح الكلام ده. انت دلوقتي لما جيت رجعت من كومة 4 لكومة 2، حلو. هنا وقف البوينتر، لو جينا نقول ان البوينتر كده واقف هنا، هنا مش اسمه هيد بقى، هنا اسمه ديتاتشد هيد او هيد ديتاتشد. وهنا انت واقف على اي كومنت مهما كان، بس انت في الحاله دي انت مش تبع اي اصلا برانش. يعني مثلا لو جيت تعمل اي تعديلات ولا جيت تعمل اي حاجه حاليا مش هتتسيف. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت هنا قلت لك دلوقتي انا واقف على هنا، قلت ان انا عايز اعمل ايه؟ جيت برانش عشان اعرف انا واقف فين، فبالتالي قال لك انت هنا لا واقف على الديف ولا واقف على الماستر، انت واقف على حاجه اسمها ديت هيد ديتاتشد. فالهيد ديتاتشد ملهاش علاقه باي ديف ماستر. وليكن لو انا جيت هنا مثلا وعجبني وضع الابلكيشن اللي انا كنت بشتغل عليه، لقيت ان في كومنت 2 في حاله افضل ممكن تتحسن. يعني انا لو جيت هنا مثلا وقلت خلاص لا انا شايف ان كومنت 2 يطلع من هنا على طريقه مختلفه مثلا لكومنت 3، فاجي اكتب هنا ايه؟ كومنت 3. حلو. ولكن انا كتبت كومة 3 وبعد كده زودت كومة 4 وهكذا. تمام. بس خلي بالك انت في امتداد جيت هيد مش مرتبط باي برانش. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اي سيف انت هتعمله او اي تشينجز انت هتعملها هنا مش هتتحفظ خالص الا لو انت عملت برانش جديد. تمام. لو انا جيت دلوقتي، طيب حلو، انا فرض انا مش مهندس، انا عجبني التعديلات اللي هنا وعملت تعديلات 2 و3 و4، وليكن انا جيت هنا مثلا وعملت ايه؟ ضفت مثلا، تعال نضيف هنا مثلا ملف فايل 7 مثلا دوت تي اكس تي. تمام. انت دلوقتي على الديتاتش هيد، يعني لو جيت هنا دلوقتي قمت هعمل جيت اد، قلت هنا جيت اد فايل 7، فايل 7 دوت تي اكس تي. تمام. وعملت له جيت كوميت عادي داش ام المسج، وقلت له هنا ايه؟ اد فايل 7. تمام. لو جينا هنا قلنا جيت لوج، حلو، هلاقي هنا عندي الموضوع مختلف. انا كان معايا ملفين، وليكن عندي ايه؟ 3 ملفات، واتنقلت وعملت الكومنت الاخير اللي هو ايه؟ فايل 7. انا كان عندي فايل 1 وفايل 2 اللي هم الملفين اللي كانوا معايا. وما تنساش احنا كنا عاملين ابديت لفايل 1 لما كنا بنتكلم الفرق ما بين الموديفاي والانتراج. حلو. وجيت هنا ضفت فايل 7. فايل 7 هنا ده احدث كومنت انا واقف عليه. تمام. حلو قوي. في الحاله دي لو انا جيت عملت هنا اتنقلت من المكان ده لاي برانش تاني، مش هيحفظ التعديلات دي خالص. طب هتقول لي يا باشمهندس طب ما هي في هنا مشكله. انا فرضا ان انا عملت هنا تعديلات كتيره وليكن، وفي اكتر الناس بتقع فيها حته ان هم بيبقوا مش واخدين بالهم ان هم عندي تاتشد هيد، وبيبدا يعملوا تعديلات مره واثنين وثلاثه ويضيفوا لحد ما يعملوا تعديلات كتيره ويكملوا فيتشرز كتيره، وفي الاخر يلاقي ما فيش اي حاجه معموله وما بياخدش باله ان هو واقف على الديتاتشد هيد مش على البرانش. حل المشكله دي بقى ايه؟ انت ممكن التعديلات دي مش هتتحفظ لك الا لو انت عملت برانش جديد. طيب انا دلوقتي مثلا مش واقف على ارض صلبه، ازاي اعمل برانش جديد للموضوع ده؟ هتقول تمام احنا خدنا امر اللي هو جيت سويتش، وقلنا جيت سويتش ده بيحولنا من برانش للتاني. لا كمان في اضافه تانيه، انا ممكن اقول جيت سويتش داش سي واقول له اسم البرانش وليكن مثلا تيست. تمام. واعمل اكس، هيقول لك ان انا عملت لك سويتش تو ا نيو برانش. طب هنا عمل ايه؟ عمل عمليتين، عمل كرييت لبرانش جديد واتحرك عليه. تمام. فهو عمل خطوتين في نفس الوقت، عمل كرييت لبرانش واتحرك عليه، بحيث لو انا جيت هنا وقلت لك جيت برانش، هتيجي تبص هتلاقي ان انا اصلا واقف على التيست، انا كنت واقف على الديتاتشد هيد. لما انا جيت عملت سويتش داس تي، هو هنا عمل كرييت لبرانش وخد التعديلات عليه واتحرك كمان عليه، فعمل خطوتين في خطوه واحده. طيب تمام. هل ده الامر الوحيد اللي ممكن نعمله الكلام ده؟ اقول لك لا،
انا ممكن على التست 2 كمان اعمل كمان برانش. يعني فرضا لو انا عايز اروح اعمل جيت سويتش للماستر، حلو، وعايز اعمل برانش جديد واتحرك عليه من غير ما اقعد اعمل ايه، برانش وبعد كده اعمل سويتش وهكذا، اعمل جيت برانش واعمل له سويتش، فالموضوع ممكن يكون ممل شويه. حلو، قال لك في امر نستخدمه تاني بدل السويتش، وهي عباره عن جيت تشيك اوت، بس المره دي داش بي، وتكتب مثلا ان انت عايز تعمل تيست 2. فبالتالي لو جيت تعمل هنا جيت برانش، هتلاقيك ان انت على ايه، عملت كرييت لبرانش 2 بل وبالتالي ايه، اتحركت عليه. يبقى نقدر نقول باختصار ان جيت تشيك اوت هو اختصار لعمل برانش وانك تتنقل عليه. لو انا جيت هنا قلت لك جيت لوج، تمام، هتلاقي هنا الهيد مشاور على ايه، على التست 2 وعلى الماستر. طب اشمعنى الماستر؟ لان انا لو جيت تلاحظ انا لما طلعت منين، من الماستر. تمام، يعني مثلا لو انا جيت هنا وقلت ان انا عايز اروح وليكن لجيت تشيك اوت، تشيك اوت للديف، تمام، وجيت اقول هنا جيت لوج، هلاحظ ان انا عندي هنا حاجه متفوقه شويه، وليكن ان دلوقتي في حاجه ظهرت تانية. ايه هي؟ قال لك ان الكوميت اللي موجود ده مش برانش الماستر بس اللي موجود عليه، لا ده في برانش تاني تيست 2 موجود عليه. تمام. طيب في حال دلوقتي لو انا جيت وقلت لك ان انا عايز اطلع برانش من الحته دي وانا في ايه، في ديفلوب 2 او في الديفلوبمنت او في البرانش بتاع الديفلوبمنت، هتقول لي تمام، اعمل جيت سويتش داش سي واقول له تيست 3. تمام، لو جينا عملنا هنا قلنا جيت لوج، تفتكر ايه اللي هيظهر؟ تعال نشوف. اللي ظهر معانا ان هنا ديف 3 اخذت كل الكومنتس اللي موجوده في ديف 2 بما فيهم الكومنت اللي موجوده في الماستر واللي موجوده في تيست 2، وبقى الهيد دلوقتي مشاور على ايه؟ على الديف 3. طيب ايه اللي حصل هنا؟ تعال نشوف. انا دلوقتي مثلا لو انا اشتغلت على برانش، اول برانش وليكن ده الماستر، تمام، وجيت هنا قلت لك ان انا عندي برانش تاني هطلعه منه، تعالى نقول ان ده الماستر، تمام، وجيت هنا قلت لك ان انا عندي برانش تاني هشتغل عليه وهو الديف. وانا شغال هنا اللي بيحصل ايه، لما بطلع برانش من، انا طلعت دلوقتي الديف طلعت فيه مثلا منه برانش الماستر، يعني قصدي الماستر طلعت منه برانش الديف. لو جينا وقلنا ان انا عندي هنا في البرانش الاساسي عندي فيه 3 كومنت، حلو، فبالتالي ده هيكون في مثلا اول حاجه هيورثها، نقول ان هي مش مبدا الوراثه، مثلا اول حاجه هياخدها ايه، هيبدا ستارت على طول بالثلاثه اللي هم ايه، في البرانش اللي هو طالع منهم. يبقى هنا هيبدا بالثلاثه زائد الكومنتس اللي هيعملها، وليكن ان انا بدات هنا وعملت ايه، 2 كومنت زياده، فهنا اقول لي 3 زائد 2. حلو، لو انا جيت من الديف وعملت برانش مش من ماستر، لو انا جيت من الديف هنا وعملت برانش زياده، البرانش كديفولت او كديفولت هيطلع في البدايه معاه ايه، الثلاثه دول او الخمسه دول، فبالتالي هيبدا بالخمسه كومنت اللي موجودين زائد اي كومنت هيضيفها سواء ايا كان ايه هي الكلام ده. تمام، حلو، فنستنتج من الموضوع ده ايه، ان البرانش بيبدا بعدد الكومنتس بناء على البرانش اللي طالع منه. البرانش الجديد اللي انا بنشئه العدد الكومنتس اللي بتبقى موجوده فيه بناء على البرانش اللي انا طالع منه.